تسلم صاحبة الفكرة. حط المبشرة على عين البوتاجاز، هتندمي انك ما كنتيش تعرفي المعلومة دي. شوف السحر حاجة بسيطة جدا هتغير مفهومك عن الحاجات اللي هتشوفيها النهاردة او افكار في الفيديو كتير بإذن الرحمن. تجربوها وهتنفعكم. واول حاجة قبل ما نبدأ نقول السلام عليكم واحلى تحية حب لاحلى متابعين، اتمنى تكونوا بخير. واول فكرة هنسمي الاول ونصلي على الرسول وهنشوف مع بعض الافكار ونقول ايه الافكار بتاعتنا. اول حاجة هنبدأ كده ونقول، وهي عن الازازة لو بتسرب مية منك بالشكل ده. حاجة بسيطة جدا هتعمليها، مش هتكب معاكي مية خالص. هنفتح طبعا الازازة بتاعتنا بالشكل ده، وهنجيب استك بتاع الفلوس عارفينه، هنلفه على بعض كده اتنين، ونحطه كده في الازازة او الزمزمية اللي انتوا بتسرب منها مية، وتقفلي الغطا. عمرها ما هتنزل مية معاكو وتكون محكمة جدا. جربوا الفكرة دي، خطيرة وحلوة، جربوها هتعجبكم. تاني فكرة، عندنا علبة السمنة لما بتفضى بيبقى فيها شوية سمنة، برضو خسارة اللي احنا نرميها بالشكل ده. هنعمل ايه؟ ممكن توطي عليها البوتاجاز وتسيحيها. لو الفكرة دي ما عجبتكيش، لو عندك الحلة كده وهتعملي مثلا رز او تعملي اي كان، هتحطي علبة السمنة بالمقلوب، هتلاقي كل حاجة على نار هادية، هتلاقي كل حاجة من السمنة اللي فيها نزلت معاكي في الحلة. فكرة حلوة جدا، هتوفر معاكي 3 معالق سمنة. بصوا الشكل ده اهي فضيت معانا. وبعلبة السمنة دي برضو ممكن تعملوا بيها افكار حلوة كتير جدا، ممكن ما ترموهاش وتستغلوها في حاجات تفيدكم. جربوها هتنفعكم جدا. وعندنا هنا الغطا بتاع السمنة، اوعي ترميه، هنعمل منه حاجة جميلة جدا، جامدة جدا. هنجيب كده اي شوكة عندنا قديمة تكون بايظة مخليها للحاجات دي. تمام، انا عندي شوكة بايظة هنا اهي، سخنتها على النار على عين البوتاجاز وبخرم بيها كده بالشكل ده. الشوكة قديمة وكمان بتسيح من الولعة، يعني بص بتتعوج. فهنحاول نعدلها وبرضو نسخنها تاني بالشكل ده. خرمتها كلها، فهناخدها نعمل بيها ايه على الحوض. يا بنات حطوها كده تبقى مصفى لأي حاجة عندك علشان ما تسدش الحوض عندك. حطي بقى كده لو هتغسلي مواعين ولا حاجة، صفي فيها الرز، تصفي فيها اي حاجة بقى كده، ما تنزلش في المصرف بتاع الحوض عندك. جربوها بجد خطيرة جدا، هتلم معاكي كل حاجة. خلينا في الفكرة دي الأول، هي عن البراية واللي بيبروا كل شوية تلاقي البري في الأرض وعلى المكتب وعلى في كل حتة. نعمل فكرة حلوة جدا تلم كل البري بتاع القلم. هنعملها كده بالشكل ده. هنجيبي ازازة فاضية تكون ناشفة من مية، ما يكونش فيها مية، وهتخرميها من فوق مقاس البراية بتاعتك، الفتحة بتاعت البراية من فوق كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتسيحيها بايه بقى؟ بمفك على النار، بمسمار، اي حاجة عندك هتسخنيها وتسيحي بيها الفتحة دي. تمام بالشكل اللي انت شايفاه، اي ازازة اي نوع ازاز
مش لازم الازازة دي او النوع ده. وهتلزقيها كده باللزق اللي عند اي نوع عندك لزق، او لزق الشمع، فبتلزقيها بيه مع بعض بالشكل ده. هلزقها وارجع لكم. مسد الشمع لو عندك بيسهل عليكي الموضوع، تبقى لازقه معاكي بالشكل ده. هتروحي حطاها في الازازه وتبري فيها. البري بتاع القلم كله هينزل فين؟ في الازازه. مش هتلاقي يعني بقى في الارض. خليها موجوده عندك على المكتب الولاد، وهتشجعهم اللي هم يبروا فيها. حلوه جدا، جربيها. ازازة المية لما بتاخديها معاكي في الشنطة بالشكل اللي انت شايفاه ده بتقع كل شوية، تغرق مستندات معاكي او روشتات او ورق مهم. توكة، شايفة التوكة الصغيرة دي ممكن تحللك الموضوع. واي دبوس هتاخديهم كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتحطيها في الشنطة كده على مقاس. حاولي تحطيها مقاس الازازة بالظبط، وتحطيه كده بالشكل ده. مش هتقع الازازه خالص. جربيها هتعجبك. عندك اي مبشره قديمه هتجيبي كده لزق دبل فيس، يعني بيلزق من ناحيتين، وهي هتحطيه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. وتحطيها على اي مكان عندك حابه تحطيه فيه بالمقلوب كده. هتحطي فيه ورد، واللي تحت ممكن تعلقي فيها فوطة المطبخ، شكلها خطير ومش هترميها خالص. وممكن تحط فيها معالق، ممكن تحط فيها شوك. الفكرة اللي عندنا الأساسية بتاعة الفيديو هي انك تحطي المبشرة على عين البوتاجاز، اللي كل الناس بتعاني من مشكلة لما تجيبي مثلا خبز او عيش ينشف مننا ومش عارفين نسخنه، او يبقى طري تاني. نرجعه طري تاني ازاي؟ هتجيبي حلة او اي حاجة فيها مية تغلي، تمام، وهتروحي حط عليها الحلة دي بالشكل ده، وتحطي بقى كده ايه المبشرة من فوق، توقفيها وتحطي عليها من جوه العيش اليابس او الناشف. هيرجع معاكي بعد دقيقتين 3 كده طري، ويرجع تاني خطير جدا اكنك لسه جايباه طازه، بدون ميكروويف ولا فرن ولا ينشفهن ولا اي حاجه. دي حيلة مميزة ومريحة، مش محتاجة اي ادوات، تمام خالص. حاجة بسيطة بس فرقت معانا جدا في المطبخ. ورجع تاني. بصوا بقى ما شاء الله. الفكرة اللي بعد كده ممكن مفك بيه لما يكون عندك المبشرة بقت قديمة كده ومتنية من الحروف دي، مش هتبشر معاكي خالص، لازم تعدليها. جيبي المفك كده او اي حاجة على المقاس بتاعها وتفتحي بيها المبشرة بالشكل ده. فكرة خطيرة، جربوها، سهلة وبسيطة، ترجع لكم المبشرة قوية جدا. وممكن كمان تسنوها بصنفرة بتجيبيها من عند الموال ناعمة، او بورقة فويل ألمونيوم، ترجع معاكي جديدة. جربوها بجد، مش يعني هتفرق معاكو في المطبخ وهتساعدكو. جربوا وقولولي في التعليقات وانتوا بتبشري، هتدعيلي.